مشاهدة الكريمات قناة وطن فوت تيفي في نسخة في فيديو ثاني بعد الافتتاح الأول اللي كان هذا الأسبوع. اليوم بصفة رسمية نقولوا هنيئا للمنتخب المغربي وللمغاربة أقل من 17 سنة. المنتخب المغربي أقل من 17 سنة كيتأهل للدور الثاني. يعني في الوقت اللي كانت واحد النتائج سلبية في المقابلة الأولى مع فريق الجابوني اليابان اللي كنا خسرنا ب2-0، جات المقابلة الثانية مع فريق البرتغال اللي كانت كارثة ظلمة، هزيمة 6-0. يعني المستوى كان متذبذب لا في المقابلة الأولى ولا في المقابلة الثانية، بعدما كنا عازمين يعني عندنا واحد الثقة كبيرة في الفريق الوطني أقل من 17 سنة والسباحة باش غادي يديروا لنا واحد كأس العالم في أعلى مستوى، لكن البداية كانت مخيبة للأمل. ولهذا كان الجمهور الشارع الرياضي المغربي غاضب على تلك النتائج والمستوى الرديء اللي ظهر به المنتخب المغربي رغم حضور جماهير مغربية كبيرة في قطر، ولكن فوجئنا بالمستوى الضعيف جدا. كان الفريق ما استعد، ما عرفش الاختيارات ما كانش في المستوى. وبعد الفرحة الكبيرة اللي كنا يا الله يعني فرحنا وكنا أفضل العالم في أقل من 20 سنة، كنا انتصرنا على أقوى الفرق في العالم، وكنا ننتظروا هذا الفريق 17 سنة حتى هو يمشي في نفس الخطى اللي مشى فيه الفريق 20 سنة. لكن كانت كما قلنا خيبة أمل في المقابلة الأولى أمام الفريق الياباني، المقابلة الثانية أمام المنتخب البرتغالي. كنا عندنا بصيص من الأمل يعني في المقابلة الثالثة مع كاليدونيا. كان خصنا يعني دخلنا، كنا من أسوأ يعني الفرق اللي تلقينا أهداف كثيرة. كنا يعني دخلنا المقابلة الثالثة وحنا أقل 8 يعني صعيب يعني، ولكن كما يقال عندنا في لدى المغاربة وإخوان تاعنا في المشرق العربي، المستحيل ليس مغربيا. كما دائما عودنا الأسود المغرب والمغاربة. إن انطلقنا في 1986 أول تأهيل للمنتخب عربي إفريقي للدور الثاني، كان المستحيل ليس مغربيا. لماذا؟ لكنا في واحد المجموعة صعيبة، كنا مع البرتغال وبولونيا والإنجليز، إذن كل شيء كان كيعطي 0 يعني شانس للمغرب باش غيتأهل. ولكن كما كيقولوا المستحيل ليس مغربيا، وخرجنا من هذه المجموعة احنا في المرتبة الأولى بعد الانتصار على البرتغال في المقابلة الثالثة 3-1، وتعادل أمام الإنجليز والبولونيا 0-0 في مقابلتين أوليتين، وتأهلنا في المرتبة الأولى. جات واحد كذلك 2022 المستحيل ليس مغربيا كذلك، طحنا في واحد المجموعة صعبة، بلجيكا، كرواتيا، كندا، كذلك نفس التوقعات أن المغرب ما غاديش يمر للدور الثاني. لكن المستحيل ليس مغربي، يعني المغرب ماشي غير تخطى هذه المجموعة في المرتبة الأولى، ولكن تخطى هذه المجموعة وتخطى البرتغال وتخطى إسبانيا. يعني وكنا في النصف النهائي كأس العالم، يعني كان بإمكاننا أن نمر إلى النهائي ونفوز، ولولا يعني الأخطاء التحكيمية ضد المنتخب الفرنسي. المستحيل ليس مغربيا كما دائما. يعني جات يعني هذه واحد 2024 23 كذلك منتخب مغربي للإناث في أول مشاركة نتاعو في كأس العالم، وفي مجموعة صعبة ألمانيا وكولومبيا، ويعني كان كوريا الجنوبية كذلك. يعني المغرب كان من الناس اللي محكوم عليهم أن يغادر في الدور الأول. المستحيل كذلك ليس مغربيا. المغرب تأهل وألمانيا أقصيت. يعني المغرب دائما كيحدث المفاجآت يعني، ولكن إلا كنا أسود الأطلس
والحمد لله. كذلك المغرب، المستحيل ليس مغربيا مؤخرا، يعني هذه بعد 3 أسابيع المغرب في مجموعة صعبة، مجموعة الموت. المنتخب المغربي أقل من 20 سنة مع إسبانيا والبرازيل والمكسيك. كل شيء كيقول المغرب سيغادر، لكن المستحيل ليس مغربيا. أصبحنا أبطال العالم بعدما أزحنا البرازيل، إسبانيا، كوريا، أمريكا، فرنسا، الأرجنتين. والآن المغرب بطل العالم في كأس العالم الأخير. قل 20 سنة، أحسن لاعب مغربي، أحسن هداف مغربي. وكما دائما كنقولوا المستحيل ليس مغربيا ونفتخر. بالأمس في المقابلة الثالثة، نعود إلى الموضوع، مقابلة المنتخب المغربي ضد كاليدونيا الجديدة، كان كذلك المستحيل ليس مغربي. والحمد لله أن المنتخب المغربي انتصر ب16-0، وكيضرب عصافير كثيرة بحجرة واحدة. كيف بحجرة واحدة؟ حطم الرقم القياسي العالمي. الآن عندنا الرقم القياسي العالمي، انتصار، أول انتصار يعني اللي فيه 16-0 بعدما كان في حوزة المنتخب الإسباني 13-0. اليوم المغرب هو اللي عنده هذا الانتصار ب16-0. يعني كان يعني خرجنا اسبانيا من كما كيقولوا من الرقم العالمي في عدد الانتصارات في المنتخبات يعني الاولى. واصبح المنتخب المغربي مؤخرا بقياده السير كراكي يعني صاحب المرتبه الاولى عالميا، رقم قياسي عالمي. واليوم كان نضيف رقم قياسي عالمي جديد بعدما كانت اسبانيا هي المهيمنه ب 13-0. اليوم المنتخب المغربي عنده رقم قياسي عالمي ب 16-0، يعني بليس 3 على اسبانيا. بزاف غيقولوا كيفاش المنتخب المغربي فاز على كاليدونيا ب 16-0. كلشي ممكن في كرة القدم. حتى ان الحمد لله ان كاليدونيا كانت عندها حظوظ وافرة للمرور. في حالة الفوز على المنتخب المغربي كان غادي تصبح في المرتبة الثالثة وب4 نقاط، ولا كان غادي تساوى حتى مع الفريق البرتغالي اللي انهزم مع الفريق اليابان. ولهذا الحمد لله، لان لو كان 0 نقطة لكاليدونيا لكانت خيلة الكواليس القجع وما جاور ذلك. لكن الحمد لله يعني دخلنا مقابلة بفريق ثاني. بصراحة هنا كيبان يعني الأخطاء اللي ارتكبها السيبها في المقابلة الأولى والثانية. كان عندنا لاعبين في المستوى العالي في التشكيلة الرسمية، لكن يعني في الاحتياط، ولكن ما دمجهمش في المقابلة الأولى ولا الثانية، ولكن أبانوا على مستوى كبير في المقابلة الثالثة. وأرد الاعتبار للخسارة الأولى ضد البرتغال وضد اليابان، ورد الاعتبار كذلك لباها لم يختار أحسن الاختيار العناصر في المقابلة الأولى والثانية. إذن 16-0 معناه أن كنا دخلنا المقابلة وإحنا يعني في أسوأ الحالات مواويت، يعني كتبقى معجزة. لكن كما قلنا دائما المستحيل ليس مغربيا. ولهذا المنتخب المغربي دخل بقوة. دقيقة 2 أعتقد كان الهدف اللاعب سقراط. هذا سقراط اللي كان سيبها مخليه كان غير في اللائحة الاحتياطية حتى ماشي الرسمية. شفناه كيفاش كان في المستوى العالي. اللاعبين يعني جميع اللاعبين اللي دخلوا كانوا احتياطيين، إلا شفناهم في المستوى العالي وحقوا هذا الانتصار. وكذلك كان أوراق حمراء، يعني ما غاديش نقول الحكم راه ظلم كاليدونيا، ولكن الحمراوات كانوا في يعني تدخلات خشنة وتستجوب من الحكم باش يخرج الورقة الحمراء مباشرة، لا للاعب الأول ولا للاعب الثاني. يعني ما كاين لا كواليس ولا هم يحزنون. المنتخب المغربي كما قلنا المستحيل ليس مغربيا، لأن كاليدونيا ليكن في علمكم تعادلت مع اليابان 0 لمثله، وخسرت اعتقد مع البرتغال ب6 أو 7.
ولكن الشوط الاول مع البرتغال راه انتهى الشوط الاول بفوز كاليدونيا ب1-0 على البرتغال. اذا قوه المنتخب المغربي وشخصيه المنتخب المغربي كانت حاضره بقوه في هذه المقابله الثالثه، واكدوا ان المستحيل ليس مغربيا. والحمد لله اليوم احنا في الدور 32، ان غادي كاين 32 فريق، وان شاء الله مازال ما عرفناش المنافس تاعنا في المقابله القادمه. وان شاء الله باش غادي تكون هذه الانتفاضه اللي غادي تخلينا نمشيو الى ابعد حد، كما كان المنتخب الكوت ديفوار في كاس افريقيا الاخير في الوقت اللي كان في عداد المفقودين، تم احياؤه من طرف المنتخب المغربي، وبعد ذلك صار يعني صار هو البطل في كاس افريقيا والفوز بكاس افريقيا الاخير. اذا نتمنى ان شاء الله ان المنتخب المغربي والسباهه تكون يعني السباهه خاصه يدرك الموقف. واليوم راه عرف يعني الفرق بين الفريق الاول اللي يدخل في الاول وفي المقابله الثانيه والمقابله الثالثه. اذا لا مجال للخطا، لان غادي ندخلوا دور المغلوب، يعني تنتصر راك تفوت، تنهزم راك تقصى. ولهذا هنا خصنا نجريو هذه المقابله المقبله احسن في مستوى عالي، ونديروا اللاعب في المكان المناسب. وان شاء الله المنتخب المغربي غادي يمشي الى ابعد حد. ما غاديش نقولوا نفوزوا بكاس العالم، ولكن نقولوا الى ابعد حد غادي نجيروا مقابله ان شاء الله.